لكن هنا مسألة لا بد من طرقها: متى يكون العفو أفضل ومتى يكون الانتقام أفضل؟ وهي مسألة دقيقة ولا بد أن يتجرد فيها العبد لله تبارك وتعالى، لأن النفس إذا هاجت على حب الانتقام تجد أن الإنسان يغالط حتى نفسه، فيقول: لا، أنا ما أنتقم لنفسي، أنا أنتقم لدين الله. كما لو حصل بينه وبين أخيه خصومة في مال أو في تجارة، قال هذا في عقيدته شيء، وما دخل عقيدته في المال، بينك وبينه خصومة في المال لا صلة لأمر العقيدة. فلا تلبس هذا النزاع الدنيوي بلباس ديني وتظن أنك بفعلك هذا قد انتصرت لدين الله وشرعه. لا والله، وإنما انتصرت لنفسك، لكن أسأت لنفسك بأمر آخر، وهو أنك استعملت الدين في الانتقام لحاجتك، فوقعت في بليتين. تجرد لله جل وعلا، يعلم الله في قرارة نفسك أنك انتصرت له وأنك عفوت لوجهه تبارك وتعالى. إذا كان العفو في من يستحق العفو، كمن لا تتكرر منه الإساءة، حصلت من أخيك إساءة فهذا تعفو عنه. آذاك مرة بكلمة ليس من عادته تعفو عنه. ولكن إذا تكرر منه ذلك ففي الحديث: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فقد يكون معاقبته ومحاسبته سبب لكف شره، سبب لكف شره، حتى لا يتمادى في الإساءة. ولذلك جاء في الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يتعرض من البلاء ما لا يطيق فيتحمل. والحديث صححه الألباني رحمه الله. إذن من كان كثير الإساءة ولا يعترف بالخطأ ولا يسعى بإصلاح ما أفسد وتأذى الإنسان منه من تكرر الإساءة منه، فإنه مع محاسبته ينبغي أن لا يتخذ صديقا مقاربا. إذا كان يأتيك الأذية منه دائما فليس لك أن تتخذه صديقا. ولذلك جاء في الحديث: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.